السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنقدم معاكم الحواوشي القمر ده. يا ريت تخشوا تشاهدوا الحلقة. ده حواوشي طاسة متسوي في الطاسة يا بنات، حواوشي مصري متسوي في الطاسة. يا ريت تخشوا تشاهدوا القمر ده وتشوفوا الجميل ده اتعمل ازاي. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ ازيكم يا اجمل اخوات في الدنيا. النهارده يا حبايبي هنعمل معاكم وصفه حلوه جديده، هي حواوشي المصري بالعيش البلدي بتاعنا، وهو بيتسوى على الطاسه. هيبقى سهل وسريع. معانا كيلو الا ربع من اللحمه الحمراء، ومعانا 100 جرام من الليه، ومعانا نص جزرايه مبشوره كده، ومعانا كمان بصلايه كبيره حلوه، معانا فلفل الوان، معانا خضره كزبره وشبت بس. والتوابل بتاعتنا هيبقى ملح ان شاء الله مبهر متبل من كل حاجه، عليه كل جميع التوابل. هو بيتقال عليه ملح بدقه عندنا جماعه المصروه، وعندنا فلفل اسمر. يلا بينا يا حبايبي نسمي بسم الله ونشوف الطريقه بتاعتنا بعد ما قلنا المكونات معاكم كده. بس ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك يا حبيبتي. انا اسمي ريهام شعلان، ودي قناتي. ان كنت اول مره تشوفيني دوسي لايك واشتراك للقناه عشان توصل كل ما هو جديد من مطبخي. واللايكات يا جماعه علشان بتوصل الفيديو يعني بتخلي الفيديو يتشاف لاكتر من عدد كبير، فضلا وليس امرا يا حبايبي. يلا بينا نشوف الطريقه كده بسرعه. هنسمي بسم الله، وهننزل هنا معانا في الكبه البصل بتاعنا، ونزلنا هنا بال100 جرام ليا معانا عشان نضربهم مع البصله والجزر بتاعنا. وهنا يا حبايبي هنضيف الفلفل برضو. احنا ما خدناش القرون كلها، خدنا من كل لون كده قطعتين بس. القرنين الفلفل طبعا الحامين دول هنحطهم كلهم علشان خاطر احنا عايزين الحواوشي بتاعنا حراق، ودي حسب الرغبه برضو يا بنات. وضفنا يا بنات معاكم الخضره بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين. هنروح يا بنات اهو نسمي بسم الله كده ونضرب الخليط بتاعنا القمر ده. احنا لسه طبعا ما ضفناش اللحمه يا بنات، هننعم الحاجه دي معانا الاول. نضربها يا بنات كده ضربا مبرحا كده، ضربا مبرحا يا بنات. ها فاهمين يعني مبرحا يا حبايبي؟ اكنك بتضربي حد بقى. اهو يا بنات شايفينه الخليط بتاعنا احنا ما ضربناهوش قوي عشان هنحط لسه اللحمه. هنروح نضيف اللحمه كده يا حبايبي بسم الله، ونكمل ضرب في الكبه بتاعتنا عشان العجين بتاعنا بتاع الحواوشي يبقى كله واخد طعم واحد. وهنضيف التوابل برضو. اهو يا بنات الخليط بتاعنا اهو بعد ما ضربناه في الكبه كله. انا طبعا هنا ما ضفتش لسه التوابل، انا بحب كده بسم الله. هدلق كده الفلفل الاسمر بتاعنا، هنبهر بقى خليط الحواوشي بتاعنا ده كويس. اهو الملح بدق يا حبايبي ده عباره عن توم باودر، بصل باودر، فلفل، كزبره، كمون، ملح ابيض. بصوا كده ملح مشكل كده اهو. هندلق كده من المعيار ده معلقه كده على كيلو الا ربع بتاعنا حواوشي. وهنروح نعجن العجين ده كله مع بعضه كده، هنقلبه تقليب كويس كده في قلب بعضه. اهو يا بنات احنا جهزنا الخليط بتاعنا اهوت. شايفين بسم الله ما شاء الله لونه جميل وطعمه احلى وشكله احلى. شايفين الكاميرا والله ظالمه اللون علشان الاضاءه عندي في التليفون مش كويسه. بصوا احنا هنا لا كترنا بقى، لا حبينا نكتر اللحمه بتاعتنا لا ببرغل ولا بتاع ده اللي هما بيعملوا بيه اللانشون ده اسمه ايه، صويا فول ده ولا فول صويا. ما حبيناش نزود بيه الحاجات ده عشان قلنا حاجات طبيعيه احلى. نزود بالخضره والفلافل والبصل بسم الله ما شاء الله، حاجه طعمها جميل ويشرح القلب وحاجه كده تنور لو هتعزمي عليها حد او هتعملي عليها عزومه. حواوشي جميل قوي. هنفتح معانا العيش البلدي يا بنات. يلا هنا يا بنات انا جهزت العيش اهو البلدي معاكم بسم الله ما شاء الله. شايفين رحنا الصبح بدري جبنا العيش بتاع الحواوشي اهوت، وهنفتحه فتحه بسيطه كده من الحرف، فتحه صغيره كده يا بنات علشان خاطر ما يفضيش مننا واحنا بنسويه في الطاسه. شايفين
بالمنظر ده. هنروح نفتح ونحط العيش نرصه هنا يا بنات. بقى هنسمي بسم الله كده. هنجيب الحواوشي بتاعنا وفي طبق معانا فيه زيت، هنعص كده ايدينا بالزيت اول حاجه، وهنعص كده ارضيه الحواوشي العيش من جوه، وهنجيب كده بسم الله يا بنات كده. شايفين بسم الله؟ شايفين كوبايه اللحمه في ايدينا ازاي؟ هنبدا هنا كده نفرد بايدينا كده زي ما انتم شايفين. الحواوشي بيتفرد معانا بكل سهوله اهو، علشان فردنا ايدينا كده او عصنا ايدينا بالزيت يا بنات. نبدا بقى كده ايه، ما تستخسريش بقى، املي بقى اللحمه او الحواوشي بتاعك في الرغيف البلدي الجميل ده بالف هنا وشفا اهو. يبقى معاكي احلى رغيف ولحمه مضمونه، لحمه طازه من عند الجزار بتجيبيها اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله الرغيف يا بنات عامل ازاي اهو مفيهوش اي حاجه. عملتي احلى رغيف حواوشي في بيتك. نعمل التاني معاكم يا بنات. هنحط كده حته اللحمه بتاعتنا وبايدينا كده هنعص زيت ونبدا نفرد كده اهوت، عشان اللحمه تتفرد معانا في كل حته في قلب الرغيف. عشان ما اطولش عليكم الفيديو هنروح نعمل بقيه الحواوشي بتاعنا ونرجع لكم تاني يا بنات. هنا يا بنات اهو حشينا الحواوشي بتاعنا وخلصناه كله. هنروح بقى نجهز جريل على النار يسخن ونبدأ نسويه في الطاسة بتاعتنا اهو يا بنات. الطاسة على النار تسخن ومعانا رشة زيت كده بندهنها بالطريقة دي يا حبايبي لحد ما الطاسة بتاعتنا تسخن خالص اهو يا بنات. انا حطيت الرغيف معاكم وقلبته اهو بالمنظر ده. شايفين شكل المنظر ما شاء الله، حاجة تفتح النفس. البصل معانا ازاي من الطاسة، يدي منظر وشكل وطعم ان شاء الله شهي باذن الله يا بنات اهو يا حبايبي. شايفين المنظر شهي ورائع خالص ازاي بسم الله ما شاء الله. هروح اخلص بقيه الحواوشي معاكم واوريكم منظره النهائي يا بنات. انا حبايبي خلصت معاكم 3 رغيفه، بكمل الباقي بس طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وكنت وصلت لحد هنا، ما تنسونيش بالشير واللايك والاشتراك وسبسكرايب من مطبخ ريهام. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في حفظ الرحمن.